الشيف يدعوكم لوجبة عشاء مميزة وبيأكد لكم إنها هتكون تجربة فريدة من نوعها. واحد اسمه تايلر مع صاحبته اللي اسمها مارجو، وبيقول لها ما تدخنيش عشان تعرفي تقيمي الأكل. بعدها وصلت المركب اللي بتشيل 12 زبون، كل واحد هيدفع $1250، والزباين بيجوا واحد ورا التاني، ومعاهم الناقدة في مجال المطاعم ليليان، وبتشتغل في مجلة مشهورة. وعلى المركب الشيف بيرحب بيهم على طريقته الخاصة بطبق محار مع الكافيار، واكيد هيعجبهم. والمركب في طريقه للجزيرة اللي عليها المطعم واسمه هريثون على اسم الشيف. ولما وصلوا الجزيرة استقبلتهم إلسا واللي اتأكدت من اسمائهم، ومارجو اسمها مش موجود. إلسا خدتهم في جولة في الجزيرة وعرفتهم انه المكونات البحرية بيصطادوها من نفس الجزيرة. وبعد ما خلصوا الجولة راحوا المطعم، وإلسا بتقول لهم ممنوع تصوير طبق. تايلر بيحاول يتفلسف على مساعد الشيف اللي قال له يا ريت ترجع مطرحك، وقدموا طبق المقبلات والناس مستمتعة بالأجواء الجميلة دي. وتايلر قال الناس بتحب الممثلين ولاعيبة الكورة، أنا بحب الشيف ده وتابعت كل حلقاته مرة واثنين وثلاثة. النهاردة الشيف هيقدم لهم 5 أطباق مختلفة، وقبل كل طبق هيسقف تسقيفة مزعجة عشان يسكتوا والأكل يتقدم. الشيف قال لهم ما تاكلوش، عايزكم تستمتعوا بكل لقمة. وبعد ما خلص تايلر قعد يعيط لانه مهووس بالشيف. الناس بتجرب اول طبق والشيف كان بيراقبهم، وكان بيراقب مارجو وتايلر اللي كان بيعمل حركات غريبة. وإلسا كمان كانت بتراقب الزباين وبتقول كل حاجة للشيف. الشيف قدم الطبق التاني. الوجبة دي بتتقدم مع عيش، بس الشيف رفض يديهم عيش. الزباين اتضايقوا وكانوا عايزين عيش، ولكن الشيف خلاهم ياكلوا من غير عيش. مارجو ما عجبهاش الكلام ده وما كلتش. الشيف جه عندها وقال لها انت ما كلتيش ليه؟ مارجو قالت انا مش عايزه. الشيف حاول معاها اكتر من مره بس هي رفضت انها تجرب الطبق ده. وقبل ما يقدموا الطبق الثالث الشيف قال لهم لما كنت صغير ابويا كان بيضرب امي، وفي مره من المرات غرست سكينه في رجله، وطبق التاكو الدجاج هيتغرز فيه مقص صغير، والتورتيه كل واحد فيكم هياخد واحده خاصه بيه ومطبوع عليها حاجه مميزه تخصكم انتم. ليليان التورتيه بتاعتها عليها صوره مطاعم قفلت لانها شوهت سمعتهم في المقالات بتاعتها. تايلر التورتيه كان عليها صورته وهو بيصور الاكل. الممثل اللي كان مشهور التورتيه عليها صورة فيلمه التجاري الفاشل. الشباب اللي كانوا قاعدين مع بعض التورتيه عليها فواتير مزورة خدوا فلوسها. الراجل الكبير مراته بتسأله مين الست اللي معاك في الصورة؟ مارجو راحت الحمام تدخن. الشيف لحقها وقال لها انت ما بتاكليش ليه؟ انا بتعب وانا بحضر الاكل، انت كده بتجرحي مشاعري. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ في الليلة دي بالذات انت ما ينفعش تكوني معانا. مارجو سابته ومشيت. مفرش ابيض اتفرش على الارض. بعدها الشيف عرفهم على مساعده وقال لهم المساعد بتاعي هو اللي طبخ الطبق الرابع، وهو شيف موهوب جدا بس مستحيل يبقى زيي. فجأة المساعد خرج مسدس وخلص على نفسه وتلف بالمفرش الابيض. وتايلر الغبي كان بيضحك، والشيف بيهديهم وبيقول لهم ده جزء من العرض اللي هنقدمه الليلة. وليليان بتقول لهم ده مشهد زي اللي بتشوفوه في الافلام. الراجل الكبير كان عايز يروح بدري قبل ما يكمل اكل. ليه عايز تروح قبل ما تخلص الاكل؟ انت مش خايف على مشاعر الشيف؟ ده زعله وحش وخلاهم يقطعوا الصباع اللي فيه الخاتم. واحد من الشباب مسك كرسي وحاول يكسر الازاز بس مفيش فايدة، والشيف قدم لهم الشاي يهدي اعصابهم. بعدها قال لليليان انت قطعت رزق كام واحد لما قفلت المطاعم دي كلها؟ وقال للراجل الكبير بقالك 5 سنين بتيجي المطعم ده وكل مرة بتيجي مع واحدة جديدة، سميلي اسم طبق واحد كلته عندنا. الشباب واحد فيهم قام وقال له انت نسيت انه المطعم ده مش بتاعك؟ الشيف قال له انت قصدك المستثمر صاحب المطعم واللي عايز يجيب حد بدالي؟ تخيلوا. طيب انا هتحكم في المستثمر بتاعكم. ولما بصوا بره لقوا المستثمر متعلق ولابس جناحات بيضة، واخر حاجة نزله في المية. الشيف قال لمارجو المنيو وقايمة الضيوف وكل حاجة في الليلة دي انا تعبت وانا بحضرها، انت ما ينفعش تكوني هنا. بصي انت لازم تختاري، انت معانا ولا معاهم؟ مارجو قالت له تفرق؟ لا 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 لا، كلنا هنموت النهارده، خلاص انت معانا. وقال لها جمله علقت في دماغها، انا اتعودت اطبخ للناس، انا نفسي ارجع زي زمان لما كنت بستمتع وانا بقدم الاكل للناس. الشيف عمل لهم مسابقه وقال لهم الرجاله هديهم دقيقه يهربوا، بعدها الطباخين هيلحقوهم، واخر واحد هيتمسك هياكل حلويات، والستات
هيفضلوا جوه. الستات بياكلوا الطبق السادس وسألوا الطباخة اللي معاهم احنا في امل نعيش؟ قالت لهم انتوا لو عشتوا المنيو هيفشل لانه النهاية هتبقى مش منطقية. ونرجع للرجالة اللي اتمسكوا كلهم، وتايلر بارد برود حاجة تقرف. الشيف سأل تايلر من 8 شهور بعتلك رسالة انه النهاردة هنقدم المنيو حاجة مميزة، وانا قلتلك انه كل الموجودين هيموتوا. انت كنت خاطب ولما سابتك عشان ما تجيش لوحدك جبت معاك مارجو، وانت عارف انه كل الموجودين حياتهم هتخلص الليلة. مارجو اول ما سمعت الكلام ده هجمت عليه. بعدها الشيف قال له انت عندك خبرة في المطبخ، ايه رأيك لو تعمل لنا حاجة؟ وبعد ما خلص الشيف قال ايه طبق الزبالة ده عامل لي فيها شيف وبتتفلسف ومش عارف تعمل ستيك؟ الشيف قال له كلمتين ما نعرفش قال ايه، وتايلر راح وما رجعش. الشيف كدب على مارجو وقال لها انه إلسا نسيت البرميل في الكوخ بتاعي، خدي المفتاح وروحي جيبيه. مارجو وهي رايحة اتفاجئت لانها لقت تايلر معلق نفسه. المشهور سأل الشيف انت ايه مشكلتك معايا؟ الشيف قال له انا كنت بداوم بالشهور من غير اجازات، واليوم الوحيد اللي ادوني فيه اجازة رحت شفت الفيلم بتاعك، وقتي ضاع، انا لسه فاكر وشك لحد دلوقتي وبتضايق لما بفتكرك. إلسا بدت تغير لما شافت الشيف بيهتم بمارجو، ونار الغيرة حرقتها واستنتها في الكوخ ومعها سكينة وهاجمت عليها، ومارجو خلصت عليها. وبعد ما خلصت عليها راحت أوضة الشيف ولقت صورة للشيف أيام زمان لما كان بيشتغل في مطعم وجبات سريعة وبيقدم همبرجر للناس الغلابة. أيامها كان سعيد لدرجة إنه كان بياخد جايزة موظف الشهر أكتر من مرة. وبعدها انتبهت على الراديو وطلبت المساعدة. الشيف جاب التورته لواحد عيد ميلاده النهارده. بعدها مارجو فرحت لما سمعت صوت المركب بتاع خفر السواحل. بعدها الطباخين كلهم سابوا المطبخ وقعدوا يغطوا اثار الجريمه عشان محدش يشك فيهم. الشيف قال لهم محدش فيكم يقدر يبلغ لانه في راجل بريء متعلق جوه وانتوا ما عملتوش حاجه عشان تنقذوه. الشرطي ما لقاش حاجه غريبه بس اتعرف على المشهور والمشهور كتب له ساعدنا. هنا الشرطي خرج المسدس وكلهم فرحوا انه هيساعدهم، بس في الاخر طلع واحد من الطباخين وكان بيمثل. كلهم اتفاجئوا باللي حصل. مارجو سقفت وكلهم سكتوا وقالت الاكل مش عاجبني، فلوسي لازم ترجع. الشيف سألها ايه اللي مش عاجبك؟ قالت له ولا حاجة، الاطباق اللي بتقدمها مع انها سخنة الا انها باردة لانه مفيش فيها حب. انت شيف وهدفك الوحيد انك تقدم الاكل اللي يعجب الناس، وانت بصراحة يعني فشلت فشل ذريع. مارجو هتستغل نقطة ضعف الشيف وهي انه كان سعيد لما كان بيسعد الغلابة بألذ واطعم وجبة برجر كلوها في حياتهم، وقالت للشيف انا جعانة وعايزة اكل برجر بالجبنة، وبرجر حقيقي مش حاجة من اللي بيخترعوها. الشيف اتفاجئ وتأثر لانها طلبت الحاجة اللي بيحب يعملها. قال لها انا هعمل لك اطيب برجر ممكن تاكليها ومعاها بطاطا وب$10 بس. الشيف كان سعيد وهو بيجهز البرجر. الشيف بنفسه قدم لها الطبق وكان اسعد انسان لما عجبها الاكل، وطلبت منه انه يجيب لها علبة عشان تاخد الاكل معاها وهي مروحة، وهو جاب لها علبة وسمح لها تروح ودفعت الحساب وشكرته وهو كان طاير من الفرح. المجنون اتبسط شوية ودلوقتي هيقدم لهم الوجبة الأخيرة، حلويات سمورز، والمكونات: 1 بسكوت مطحون، 2 سكر، 3 شيف وطباخين، 4 شوية زباين، وأكيد مش هننسى الشوكولاتة. الطباخين والشيف بيجهزوا الطبق، لفوا المارشميلو حوالين الزباين وهيلبسوهم طاقية شوكولاتة. وفي الوقت ده مارجو كانت في المركب والشيف والطباخين ولعوا النار في المطعم كله، ومارجو قاعدة في المركب وبتكمل أكل.